ازيكم يا جماعه وحلقات الدوري المصري بشكل عصري. والاسبوع ده هنتكلم عن ماتشات بطوله افريقيا. ايوه بقى الكونفدراليه انا ودوري فرحان اني الابطال. رجعت والله وحشتني القعده دي والله العظيم. قول لي بقى والنبي عشان انا اقول لك حاجه، والله ما شفت حاجه. انا قاعد زي الناس بقى في الحلقه دي. قول لي بقى ايه اللي حصل في الحلقه دي. انا اللي انا عرفته ان الاهلي خسر ونجيله صناعيه ومش عارف ايه. طب اقول لك حاجه، انت فاكر في اخر الحلقه صورناها سوا بتاعت أيوة. ماتش سيمبا وقلت ان الاهلي هيخسر ماتش فيتا؟ فاكر؟ انت قلت كده صح. قلت لصارتي قال لك احنا هنكسب ماتشين الجايين وبتاع، وانا قلت لا. أيوة الاهلي أيوة. هيخسر ماتش فيتا. ايوه انت عرفت منين؟ عيب عليك بقى. أيوة. دلوقتي يا يوسف خلاص فاضل جوله واحده وخلاص دور المجموعات يخلص، والمجموعه بقت مولعه. الفرق كلها عندها حظ انها تصعد للدور الثاني في اخر جوله. انا مش عارف اصلا هو الاهلي الاول ولا الاهلي هقول لك الثاني بقى. حاجه. احنا دلوقتي لو جينا كتبنا على جوجل دوري ابطال افريقيا وعايزين نجيب ترتيب المجموعه، شفنا يا باشا هو عندك الثوره اول مجموعه 8 نقط، الثاني الاهلي 7 نقط، الثالث فيتا كلوب 7 نقط، الرابع سيمبا 6 نقط. الاربع فرق ممكن يصعدوا من الجوله الاخيره. وانا فاضل كام جوله؟ واحده هي واحده. اخر جوله الاهلي هيلاعب الشبيبه هنا في القاهره. أيوة. الاهلي يكسب يصعد، لو اتعادل لازم الماتش الثاني يخلص تعادل. اللي هو سيمبا وفيتا. لو الماتش الثاني ما خلصش تعادل واي فرقه كسبت الثانيه الاهلي بره. لو اتعادل بره فالاهلي لازم يكسب، والماتش هيبقى ايه؟ هيبقى مولع، لان طبعا الثوره هيبقى جاي وعندهم فرصه ان هم بس أيوة. وجزائريين بقى واللي حصل قبل كده. ده بيقول لك عملوا في الفيفا قوانين انه اللعيبه اللي بتضيع وقت مش عارف ايه ويخرجوا من بس لسه تحياتنا الاشقاء في الجزائر. لسه هتطبق يعني. يعني ايه ده يا سلام، مش هتطبق الماتشات دي؟ لا لسه الموسم الجاي لسه فيعني الاهلي اول حاطط نفسه في الموقف ده اللي هو كان ممكن ماتش سيمبا كان ممكن يكسبه، اللي هو كان هناك ده اسهل ماتش فانت خسرته، فالاهلي صعب على نفسه الدنيا. واحنا كمصريين يعني بنحب احنا الحوار ده، وان احنا ايه بقى نزنق نفسينا وبتاع، فربنا يستر بقى. اولا ماتش الاهلي هنتكلم في حتتين بس، حته الدفاع وحته الهجوم. الاهلي عمل ماتش دفاعي حلو جدا على عكس المتوقع. يعني الاربعه اللي كانوا واقفين ورا واقفين صح جدا، حتى ندفد والسوليه في نص الملعب كانوا بيقطعوا كور كتير جدا، وحتى في الكور العاليه الكور العرضيه كانوا بيرجعوا يضموا على الاربعه اللي ورا، فكان في كثافه جوه المنطقه، فلو الكور عدت من واحد بتلاقي الثاني بيشيلها. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي خدم الاهلي والماتش ما خرجش بجوان اكتر ان هم ما بيلعبوش على العرضيات العاليه. يعني هم الكره الوحيده لما لعبوا اوفر واحد جت في العرض الشوط الاول، الباقي كله كان على الارض. فده برضو خلى ان الاهلي نوعا ما ظهر بشكل دفاعي حلو. فالاهلي دفاع كان واقف حلو جدا. تعال بقى نتكلم في حته الهجوم. الاهلي يعني غريب جدا، يبقى عندك 4 لعيبه قدام، اجاي ورمضان وناصر ومروان، الاربعه كانوا وحشين. الاهلي كان عنده هجمات مرتده، كان بيجي له فرص ان هو يروح على الجون بانفرادات، بس التصرف او الباص او ان هو ياخد قرار ان هو يطلع اللعيب يديله كوره، بالذات اجاي في كوره كان رايح انفراد بس هو عشان بطيء فقرر ان هو يقف ويستنى رمضان، لعبها له وحش جدا. فكل القرارات اللي اللعيبه كانت بتاخدها في الحته الهجوميه كانت غلط كلها. الشحات سليم هو ما لعبش بيه بقى. هو الراجل شايف ان هو بعد ما رجع مروان عايز اجاي، هو بالنسبه له تقريبا اجاي اهم لعيب في الفرقه، وهو فعلا اجاي. مشكله اجاي بقى في ايه؟ ان هو لو فايق رونالدينيو معاك، لو مش فايق بص اكنك جايب واحد من الشارع بيلعب، فعلا بيبقى ضايع خالص. فهو حسين الشحات شايف ان هو لسه مش قادر يدخل شويه مع الفريق فبيسيبه على الدكه. ورمضان بقى له كام ماتش وحش جدا، لا بيقف على الكوره ولا بيعدي وبيبطئ رتم الهجمه. ناصر ماهر برضه نفس الكلام، ماتش فوق وماتش تاني تلاقيه مش موجود. الماتش ده بقول لك اللي خسر الاهلي ايه؟ الاهلي على فكره عمل ماتش كويس، يعني انا كنت متوقع الاداء هيبقى اسوأ من كده. ده تقريبا يعني كاداء احسن ماتش الاهلي يعمله بره ارضه من فتره طويله، لانه وصل لجون كتير، بس لولا التسرع ولولا ان اللعيبه تاخد قرارات غلط كان الاهلي كان ممكن يحط جون واثنين. بس كشكل فريق لا، الفريق لعب كويس، بس مش طبيعي جدا ان انت بقى عندك الاربع لعيبه اللي قدام المفروض ان هم بيحطوا لك اجوان بيبقوا مش في حالتهم وكلهم واقعين. هتقولي ممكن يكون بسبب الارض على فكره كانت وحشه جدا، نجيل صناعي والكوره اصلا هم كانوا لابسين جزم غلط. انا بص يعني ده جزم هم لابسين نجيل. لا هم لعبوا بنفس في ماتش بتاع شبيبه الثوره. طب ما ده غلط، ما ده اتكلموا وليد سليمان اتصاب بسبب الحوار ده. لا ما ده حد دخل في ركبته جامد. يعني هي طبعا الجزمه اكيد يعني عشان خاطر الارض صلبه انها بتثبت ركبتك في الارض. بس اللي انا بتكلم فيه ايه؟ ان الاربعه اللي قدام كانوا وحشين وبوظوا، او اللي هو ايه، ما عرفوش ان هم يترجموا اللي حصل ده لجوان. وبعدين الكوره لما كانت بتنط، لو اللعيب الاهلي ساب الكوره تنط بتغير اتجاهها. يعني انا مثلا الكوره نطت هنا وانا واقف مستني الكوره تجيلي كده بلاقيها جت كده، فدي حاجه فعلا كانت بتاثر على اداء اللعيبه. طبعا تغيير الشناوي ان هو اتصاب وخرج، دي حاجه اكيد اثرت، ان الراجل كان عايز ينزل مثلا، كان عنده ان هو ينزل احمد فتحي كان ممكن يامن بيه او الكلام ده. بس انا شايف ان علي لطفي عمل ماتش كويس، شال كذا كوره، وبالذات هم طبعا كانوا بيشوطوا كتير من بره، وحتى الجون اللي دخل كانت شوطه من بره خبطت في هاني ودخل الجول. وعايز اقول لك ان اللعيب رقم 29 ده يعني كذا طول الشوط الثاني بيضم ويشوط
وسبحان الله يعني هو هاني بيعمل معاه بلوك خبطت فيه ودخلت. هو طبعا هو اللي يعني ايه خلاص هو ربنا عايز كده. أيوة. انت حتى عملت ماتش كويس بس ما كسبتش، عملت اداء كويس بس طبعا انت صعبت الدنيا على نفسك. بس انا عايز اتكلم اخر حاجه بالنسبه للاسارتي، الراجل لسه بيتعرف على الفرقه ولسه بقاله شهرين ولسه ما عندوش خبرات افريقيه، فلما بيخرج بره ملعبه فاكر ان هو لما هيتعادل ويجيب نقطه هو كده عمل، هو كده حلو جدا، وده طبعا مش هينفع. لان انت حتى كمان في الماتشات اللي بعد كده اللي هي خروج المغلوب لازم بره ارضك بتلعب على المكسب، تحط جون على الاقل ما تخسرش. فلازم الراجل لازم حد يقعد معاه في النادي يتكلم يقول له ان انت والله بتكلم بجد انت بره ارضك، يقعد مع راس الغول تفهمه. لا يتكلم معاه يقول له انت في الاهلي، يعني انت لازم تلعب على المكسب بره وجوه وتفرض شخصيتك بره وجوه، انما ما ينفعش تطلع تلعب بره تدافع وجوه تهاجم كده، دي مش شخصيه الاهلي. وده كده انت بالشكل ده كده مش هتعرف تاخد افريقيا مع الاهلي. خش بقى على ماتش الزمالك وجمهور الزمالك. هفضل افكركم اول من اخبركم على الفرجاني ساسي. والله يا ابني ما كان حد يعرفه في مصر، والله يعني قليلين يعني مش كتير. هو كان بيلعب مع الترجي قدام الاهلي كتير بس على فكره ما كانش ما كانش حد بيركز معاه والله. دي حقيقه فعلا. الفرجاني ساسي يا جدع، ايه ده يا جدع ده حاجه رهيبه. ايه ده؟ حاجه رهيبه. ده بيلعب معانا في الدوري كده عادي جدا. لا ده كانوا بيلعب بلاي ستيشن والله. والله العظيم ده الجون الواد الجون فجأة هو يعني الشبكة فاضية يعني عمل الواد كده الجون راح. بس قبل كل حاجه انت شفت الملعب عامل ازاي؟ ده اللي هيتلعب عليه كاس لا انا بقول لك هيستبعدوه خلاص بقى، الملعب وحش جدا يا جماعه. ده انا والله العظيم اكننا بنلعب مثلا في مدغشقر في موزمبيق، الملعب وحش جدا. يا ابني مصر جاهزه من جميع الكماليات انها تنظم البطوله. هو تقريبا استاذ محمد فضل مدير هو تقريبا جروس خد باله من الحته دي، فاللعب كله كان عرضيات. ودي على فكره حاجه كويسه، ان يعني انا مش عارف هو كان قاصد كره في الهواء ولا جت معاه كده. هو طول الماتش مركز على العرضيات. زيزو واحداد دول خلاص دلوقتي بقوا بيلعبوا. طبعا مصطفى فتحي مصاب، كهربا مستبعد، ابراهيم حسن مستوى وحش. فزيزو بصراحه صفقه حلوه جدا للزمالك. الواد بصير حلو جدا وفراته حلوه جدا. اول ماتش لعبه ماتش انبي عمل ثرو من قبل نص الملعب لكهربا راح بيه جاب جون. الماتش بتاع بيترو اتليك هو اللي عمل الاوفر لاحداد. الماتش ده برضو عمل اوفر. انا عايز اقول لك ان هو فعلا قدام النجاز عامل جبهه حلوه جدا واوفراته كمان مظبوطه، فدي حاجه كويسه جدا ان هو الزمالك كان بقى عنده اوبشن في لعيب بصير كمان غير فرجاني بيطلع اللعيبه وبيعمل لهم فرص اكتر. انا شفت الصوره الاحداد واقف على الكوره. وايه ده واقف على الكوره الماتش كام؟ لا عليك كان ماتش 2-0 يعني. طب ليه بيقف على الكوره ليه؟ بيستعرض مهاراته. ايه ده بس لا شفت فيديو بقى ده شوف انا ما شفتش الماتش، شفت لقاء كامل لمرتضى منصور في ده مداخله بيقول انا وقفت غرمته حاجه كده، ولا عيب يا بيه ما حدش يقف على الكوره عندنا هنا، والولد اللي عملها في الاهلي وكلنا لا التعصب، وقعد يعمل حوارات كده. هو غريب بصراحه. مش حميد حداد ده سوري ولا عراقي؟ مغربي. طب يقف على الكوره ليه يا عم انت؟ مش المهم اصل حاجه هو حميد احداد ايه بقى له كام ماتش يعني، قصدي مفيش تاريخ. هو يعني. بيحاول يدي ثقه لنفسه. هو ماتش بيترو اتليكو هو كسب الزمالك جاب جون. وهو دلوقتي طبعا جروس غير مركزه من مهاجم لجناح من كهربا. وهو الواد بقاله كام ماتش كده. والواد سريع ومهاري، بس طبعا الفينش عنده ضايع. يعني هو كذا كوره بيقطع حلو جدا بين الباك وبين السيرد باك، بيقطع بينهم حلو يروح انفراد ويضيعها بسرعته. هو بيتحرك حلو جدا، تحرك حلو جدا، وحتى بالكوره دريبلر حلو وسريع، بس هو مشكلته في الفينش. فكويس ان هو ما بيلعبش مهاجم في الزمالك. يعني هو الزمالك مش ناقص اصلا، اللعيبه كلها بتضيع، فهو مش ناقص في الحته دي. انما هو مشكلته طبعا ان هو ما بيدافعش مع عبد الله جمعه، فالزمالك في ماتش كبير هيبقى عنده مشكله. كفايه النجاز الناحيه الثانيه بس كده. فلازم انت بعد كده انا مثلا ماتش حسين ضاي اللي جاي اللي انت محتاج فيه اللي انت ما تخسرش وكده لازم الزمالك يكسب في المجموعه. هنتكلم في الحته دي، بس انا في النقطه دي بالذات انت لو عايز بقى بتعمل توازن تلعب بقى بزيزو وطارق حامد، وقدامهم تلعب باوباما وفرجاني وزيزو مثلا، وقدام مثلا بوطيب، على اساس ان يبقى في توازن كده. في 2 زيزو. لا ما في زيزو ومحمود عبد العزيز انت قصدك زيزو الثاني. احمد السيد. كويس انك قلت لي عشان الناس برضه بقى ايوه انا قلت اصل انا عارف محمود عبد الثاني الصغير ده مش عارف اسمه احمد السيد زيزو. فعشان خاطر يبقى في بالانس بين الدفاع والهجوم. انما انت لو هتلعب بقى بره في الجزائر بنفس الخطه دي الوينجين ما بيدافعوش، لا انت كده هيجي عليك جوان كتير جدا وهيبقى عليك فرص اكتر، خاصه كمان ان ناصر حسين ضايع هتلعب في الماتش ده على المكسب. محمود علاء بقى ده مدافع ولا مهاجم؟ ده مش عارف والله يعني والله فعلا ده ديفيد لويز يا عم. فاكر في اول حلقه خالص قلت لك يعني الكره الثابته بتلعب عليه هو الناس زي لما كان كوليبالي بيلعبوا عليه كده بس كده. هي بالتارجت وهو بيطلع حلو جدا، يعني دماغه في الاوفر سواء بيصلح او بيحط هو جون. وعبد الله جمعه لعب له الاوفر مسطره وهو حطها في الجون، حتى كمان ضربات الجزاء بيشوط حلو. فيعني بس غير ضربات الجزاء انا شايف انه بالذات في الكور الثابته دي فتحت ماتشات كتير قوي للزمالك الموسم ده، لان انت بتخطف كوره من كوره مش كوره ميته، بس كوره اللي هي يعني مش فرصه. مش اللي في افريقيا وماتشات شمال افريقيا بالذات هم عندهم الميزه دي ان اللعيبه في الضربات الثابته بيستغلوها. احنا كمان دي حاجه كويسه ان مثلا في الزمالك يبقى في عنده لعيبه بتعمل كده. كان زمان في كده رامي ربيعه وحجازي كانوا والاهلي برضو معقول لما بيرفع الكوره بتلاقي مثلا حمدي فتحي بيخش، ندفد بيخش، بتلاقي برضو اللعيبه برضو اللي في الدفاع فلازم الفرق المصريه تستغل الكور الثابته لانها بتفتح الماتشات ساعات. اكيد عارف يا يوسف. ايوه الدنيا دواره يا يوسف. ليه؟ من ماتشين بس الزمالك هيروح. الزمالك معاه نقطتين. ايوه
وكان اخر المجموعه، وجميل الاهلي يا حصاله يا ما اعرفش ايه، والاهلي كان ايه، الاهلي كان راكب مجموعته. دلوقتي هما الاثنين عندهم نفس المشكله، والاثنين محطوطين في موقف صعب. ده الزمالك عنده فرص دلوقتي، عنده فرص اكتر من الاهلي، يعني مش اسهل اكتر، عنده فرص اكتر من الزمالك الاهلي. بقى اول مجموعه. ما انا هقول لك بقى الدنيا في ايه. لو بقى ايه يا باشا كتبنا على جوجل، افتح برضه جوجل كونفدراليه، نكتب كونفدراليه عشان نعرف ترتيب المجموعه والدنيا عامله ايه. الزمالك الاول 8 نقط، ايوه الثاني بيترو اتليكو والنصر حسين ضاي 7 نقط، والرابع جورماهيا 6 نقط. حلو. الزمالك اخر ماتش طالع بره الجزائر يلعب مع حسين ضاي، يتعادل يكسب يصعد. لو خسر لازم الماتش الثاني يخلص تعادل. اوكي يعني هي دي الفرصه الاكتر من الاهلي. يعني عنده 3 احتمالات. الاهلي لو خسر بره، انما الزمالك يتعادل يكسب هيصعد، يخسر لازم الماتش الثاني يخلص تعادل وهيصعد برضه. دلوقتي يا جماعه انا بما ان انا راجل كنت في التصوير فمش متابع والله، عارف احمد باسم مرسي مش متابع والله. دلوقتي انا قريت كده ان اجيري مره ما قريتش اسامي حتى، ان هو خد لعيبه كتير قوي وكتير منهم اول مره يروح المنتخب، والناس بتقول له ليه، وكتير منهم ما بيلعبوش. وليه وانت بطوله افريقيا وبتحضر لها وما عندوش عدد ماتشات كافيه؟ النيجر ونيجيريا دول مش كفايه انك تجرب كل الناس دي؟ بص انا ما عنديش مشكله. مين بقى يعني؟ انا ما عنديش مشكله ان الراجل يجرب لعيبه، بس يجرب لعيبه في الحته اللي هو محتاج فيها لعيبه، مش يجرب يعني مثلا بيجرب لعيبه في مركز الجناح ليه؟ يعني ما انت عارف مثلا صلاح وتريزيجيه وعندك 2 مكانهم، عارف مثلا ان هو هيبقى رمضان مثلا او حسين الشحات. ما خدش رمضان ولا خد اوباما ولا خد كهربا ولا خد امامه. صحيح ايوه. طب انت كده بتجرب فين؟ وبعدين مثلا واخد احمد فتوح ده باك ليفت بتاع الزمالك، راح سموحه ما لعبش غير ماتش واحد. طب انت هتتفرج عليه فين؟ انت مع عبد الله جمعه بيلعب اساسي وماشي كويس. يعني انا مش قادر افهم. واخد عمر جابر اللي هو اصلا بيلعب باك ليفت وده مش مركزه، واخده يجربه. طب بتجربه ليه؟ وصلاح محسن بقاله شهرين مصاب وبينزل بيلعب وحش، واخده. طب واخده ليه؟ وبعدين انا عارف ان المدربين في المنتخبات اللي هو ايه، ان هو من النوع اللي هو ايه، في لعيبه معينه بيعتمد عليها زي كوبر وزي حسن شحاته كان بيعتمد على متعب ايا كان هو حالته ايه، رجالته وولاده وبتاع. بس انت دلوقتي هنا عايز، انت عندك مشاكل مثلا في الباك ليفت وعندك مشاكل في المهاجم والديفندر، محتاج تجرب حد. المفروض انت تشوف اللعيبه اللي بتلعب في 3 مراكز دول وتجربهم. يعني انت مثلا في مركز المهاجم في اماكن بالظبط مركز المهاجم ممكن مثلا كنت تجرب عمر السعيد. باك ليفت كنت ممكن تجرب طارق طه بتاع الاسماعيلي، حلو جدا. عبد الله جمعه ماشي كويس. الديفندر ماشي، انت بتجرب دونجا. انما انت بتاخد لعيبه مش مراكزها ولعيبه ما بتلعبش وعايز تجربها. طب بناء على ايه؟ فانا بصراحه دي حاجه مش فاهمها. بس عامه هنشوف ماتش النيجر وماتش نيجيريا الدنيا هتمشي ازاي. طب يا جماعه ده اللي حصل في حاله الدوري المصري. وحشتوني والله العظيم وحشتوني. بطوله افريقيا وكونفدراليه. ايه ده استنى، ده انا الفتره الغياب دي فاتني حاجات مهمه قوي. الناس اللي رجعت تاني في كلامها، مش هنقول مين بقى، الناس عارفه صح؟ مش الناس انتوا عارفين نفسكم. هو الدوري واقف ما بيلعبوش دلوقتي، الراجل ما بيتكلمش بقاله فتره. مش هنقول اسمه عشان اسمه لو قلنا اسمه هنتحرق، ما نقولش اسمه. انت يا والله وحشني والله العظيم، والله العظيم كان في صوره متعلقه والله العظيم وحشني. يا بقاله فتره ما بيتكلمش ليه؟ ما فيش بقى دوري، مفيش حاجه، مفيش اكشن، فتلاقيه ساكت. لسه خليك يا عاقل انت يا هادي يا ساكت، خليك عاقل. ده بيقول لك الراجل اللي مسك مكانه ده لما قالوا اسمه الراجل الشمسي ده طلع النائب بتاعه في بيتها يعني. انا لما عرفت النائب بتاعه عرفت انه راجع على طول. كنت عارف قلت يا بعد الفراق بقى عدت على البيت اللي كان فيه الحبه، بس لقيته يعني خلاص. بس انا والنبي اقفلها، انا بقالي فتره والنبي. ده يا جماعه اللي حصل في حاله الدوري المصري. احمد قال كل حاجه، انا ما شفتش اي حاجه، بس ده اللي حصل في حاله الدوري المصري. احنا موجودين على يوتيوب وتويتر وانستجرام وفيسبوك على كي فنيين، ونشوفكم الحلقه الجايه.